لماذا تعاملت مع رؤساء العصابات؟ من تقصد برؤساء العصابات؟ أبو محمد رئيس مجموعة باب دريب، وأبو سيف. تم التنسيق معهم لبعض الأمور، وهي التالي: معرفة عددهم في حال تم تأمين المطلوب من قبل الذين وعدوا من الخارج لكي نزودهم بذلك. لكننا نقول لكم ونؤكد: لا يوجد عصابات مسلحه لا في جسر الشهور ولا في جبل الزاويه ولا في ادلب ولا في حمص ولا في درعا. فهذه روايه لم يصدقها حتى الان احد ولن يصدقها احد. يعني ستزود المجموعات الإرهابية التي أنت تدعي بأنك ستحمي المواطنين منها بحمل السلاح. أنا أحكيك بصراحة، إن كنت سأتي بالسلاح إلى وطني كنت سأشرف شخصيا على هذا السلاح. اتصلت مع أبو محمد وأبو سيف وأنت تعلم بأنهم رؤساء مجموعات إرهابية مسلحة. نقول بأنهم رؤساء مجموعات مسلحة، مجموعات مسلحة موجودة في المنطقة المذكورة التي قلت عنها. ما هي؟ باب دريب أو باب عمر، باب سباع، من أجل معرفة العدد لديهم ومعرفة النقص في حال تم تأمين المطلوب من السلاح لكي يتم تزويدهم به. يعني ستنقل السلاح إلى الداخل السوري. هذه كانت الخطة. هل اتصل بك برهان غليون؟ برهان غليون اتصل فيه، نعم. كم مرة؟ مرتين على ما أذكر. ماذا دار بينكما؟ مجرد اتصال، معرفة أحوال شخصية أو تطمين عن أمور معينة. ما هي الأسماء التي اتصلت بك من المعارضة في الخارج؟ قلت لك إذا بلشنا من عند خدام ولاده ورفعت الأسد والأخوان المسلمين ومحمد رحال ومؤتمر انطالع، قلت لك بحدود 300 شخصية معظمهم حكوا معي. اتصل معي الشيخ عدنان العلعول مثلا. شو قال لك؟ مجرد معرفة ماذا سيتم العمل وماذا سيتم من الخطة المدروجة على الساحة. ماذا كان يريد؟ يسألني عن الجيش بشكل عام. يعني أول اتصال إنه شلون انشقيت، كيف رحت، كيف جيت، كيف شلون، شو بدنا نشتغل في المستقبل. كانت الاتصالات بيني وبينه، كان كل أسبوع نتكلم. يسألني عن موضوع مثلا عن عدد القوات، عن البحرية، عن نسبة القوات الجوية، عن نسبة البحرية، عن زهير الصديق. نعم. متى اتصل بك؟ زهير الصديق كان أول وكمان من أوائل المتصلين بي فور وصولي إلى تركيا، وكما قال لديه الدعم ولديه 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 ولديه، ولكن ما لم يكن لديه سوى الكلام. أرسل لي مبلغ من المال وقدره $1000، وأعطاني أيضا كمبيوتر مستعمل. مع من؟ مع شخص اسمه أحمد الزين. هل لديك معلومات بأن زهير الصديق استلم مبالغ مالية بأن يحولها لك ولم يحولها؟ نعم، فيما بعد اكتشفنا ذلك. أخبرني شخص قال لي ما المبلغ الذي قبضته، فعلى سيرة $1000 هاي حتى في صحيفتين أعطيتهم هاي المعلومة وكتبوها، يعني حتى يشوفوا الوعود البراقة اللي وعدت فيها. يعني مبلغ $1000 تم قبضه من قبل فلان من المعارضة التي وعدته بكذا وكذا وكذا وكذا. ولكن شخص على ما أذكر، يمكن محمد سكاف، قال بأنه حولت مبالغ أكثر من هذا بكثير ولكن لم تصل. لا أدري المبلغ، ولكن قال المبلغ أكثر عبر نفسه. إذا كان مثل باب شحاده، يعني هلا شلون واحد امرأة تأخذ ولد مقطوع إيده بتصير تشحد عليه، هيك صار فينا نحن يعني. وبالنتيجة خلك بصراحة، يعني بالنتيجة هالمسيرة لم تثمر إلا عن الشنطة والبهدلة
والوعود الكاذبة. هل وصلتك معلومات بأن الصديق مع جماعة الإخوان المسلمين يدخلون السلاح إلى سوريا؟ نعم، هو بنفسه قال أنه أرسل سلاح وأرسل 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 وأرسل. هل قامت جماعة الإخوان المسلمين بإرسال السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة إلى داخل سوريا؟ قالوا أنهم أرسلوا إلى حمص دفعة وإلى حماة دفعة، وأرسلوا إلى إدلب قسم، وإلى حي الرمل الفلسطيني. تم إرسال أسلحة إلى الرمل الفلسطيني. عن طريق من؟ كل تهريب السلاح وتأمينه من تركيا إلى هذه المناطق يكون عن طريق التجار. هذه منطقة حدودية، وفي كل منطقة حدودية يوجد تجار سلاح وتجار تهريب. هم يعرفون الطرق المؤدية والطرق الوعرة والطرق التي يتم منها التهريب. عن طريق هذه الناس يتم تهريب السلاح وتهريب الأموال وتهريب أي شيء. من قام بتصويرك أول مرة وأين؟ أول مرة تم تصويري في ناحية بدامة التابعة لمدينة جسر الشغول. هل دفع لك مقابل هذا التصوير؟ عندما كنت في بدامة وصرت معروفا بين الناس، أعطاني هذا الشخص الذي تتم الاتصالات عن طريقه، أعطاني مبلغ 50,000. ولكن فيما بعد علمت أنهم قبضوا عن مقطعي، قالوا بحدود 2 مليون ليرة. متى بالضبط قررت العودة ولماذا؟ أنا كنت أفكر في العودة من 15 رمضان، ولكن تفاجأت بالتجارة من أول يوم خرجت به، وكيف الناس يشحذون أن الأموال أو يأخذونها على اسمي، ووعود كثيرة تم وعدي إياها ولم يتم تنفيذ منها أي شيء. هنا مثل أصبحت أنا بين ثلاث حد، يعني بيقولوا بين حدين سيف صارت، أنا بين 3 حدود. حدود أني أنا خارج عن دولي وخارج عن وفار، 2 خارج عن مجتمعي وأسرتي، و3 صرت خارج عن الناس اللي عم ينسقوا معي.